بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أعلام. بعد أن استضفنا بالحلقة الماضية شيخ الشباب، نستضيف في هذه الحلقة شيخ المشايخ أو شيخ الأعلام، فهو أكبر الأعلام سنا وأطولهم خبرة. في هذه الحلقة نستضيف علم من أعلام الشيشان، بل من أعلام الأردن بشكل عام. لا يعتبر نفسه رجل دين، لكنه كذلك في عيون الكثيرين سياسي مخضرم له باع طويل في تربية الأجيال وفي مجالس النواب والوزارات وغيرها. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد الباقي جمو. أهلا وسهلا فيك شيخنا، وشكرا لقبولك. أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. سماحتك بداية للإخوة والأخوات المشاهدين بنحب نعرف تعريف بسيط في حضرتك على عجالة لو سمحت. التعريف وارد، ولكن أن يتحدث الإنسان عن نفسه هو من أصعب الأمور، لأنه إذا كان ملتزما لا يمكن على الإطلاق إلا أن يذكر السلبيات في حياته، لأن ذكر الإنسان للإيجابيات كأنما يمدح الإنسان نفسه. جميل. ودائما المثل العربي يقول مادح نفسه كذاب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه أو أن يذكر ما صدر عنه. كل إنسان معرض لأن يخطئ وأن يصيب، وليس هناك معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل. وأما أنا أتحدث عن نفسي فأنا مواطن أردني وابن رجل مسلم شيشاني هاجر من القوقاز ووصل الأردن في أواخر سنة 1901، ونزلوا في هذا الموقع في الزرقاء، وعاش وكان دائما هدفه، لأنني كنت الوحيد من الذكور من أبنائه، توفي له 6 أولاد أو 7، وبقيت أنا وولد وتزوج والدتي وعمره 75 سنة ما شاء الله، بعد اليأس عند بعض الناس. والله نشأنا، والزرقاء كانت قرية، وأذكر عندما كانت أعمارنا 5 6 كنا نتخذ الزرقاء للسباق، كنا ندور حول الزرقاء، قرية الزرقاء، مسابق، ولم يبقى لا يبقى خارجنا سقف، ما شاء الله، لأنه قرية صغيرة. وأذكر أنني دخلت المدرسة، أدخلوني المدرسة وقالوا إن عمري كان 5 سنوات. جميل. وأذكر أنه كان هناك ما كانش في روضة، كان تمهيدي أول ثاني إلى آخره. وأذكر أنه في إحدى المرات، لأنه مدرستنا كانت كناية عن 3 غرف، وغرفة للمعلم، المعلم والمدير وهذا كل واحد. جميل. أذكر منهم عددا كبيرا من المعلمين، لا أزال يعني أحبهم وأحترمهم، وكان هذا شأن الطلاب كلهم، يحبون المعلم ويخافون منه ويحترمونه. وإذا رأوا المعلم في شارع والأطفال يلعبون في شارع كانوا يغيرون موقعهم ليتواروا عن المعلم. وفي نفس الوقت كانوا يحبونه بالإجماع كما يحب الولد والديه. جميل. لأنهم كانوا يستحقوا الاحترام، وليس مثل اليوم المعلم يأخذ سيجارة من الطالب وشعل له السيجارة والطالب يأخذ من الأستاذ، ولكن لم يشاهد إنسان في حينه في الزرقاء أنه يدخن. تغيرت الموازين والمقاييس. نعم. عند الناس. ودرسنا، وبعدها درست في الصويلح، ثم في عمان، وبعد الكبر التحقت بالأزهر.
طيب شيخنا إذا بتسمح لي، إحنا راح نتحدث عن مرحلة الأزهر، لكن بداية أنت حضرتك حكيت إنه بتتذكر من معلمينك، يمكن أحمد الخطيب أحد معلمينك، مين بتذكر من معلمينك من رفقاء الطفولة في المدرسة في الحارة من أيام الزرقاء القديمة؟ يعني زي ما بنعرف حضرتك مواليد 26، إحنا عم نحكي بالثلاثينات هاي المرحلة. الواقع أنا لا أستطيع أن أحدد 22 أو 26 أو 24، لأنه في حين لم يكن يعني قيود تسجيل الولادة، ولكن الآن أنا لا يهمني كم هو عمري، لأني كما قلت لا أريد أن أتوظف أتأسف، ولا بدي أتزوج ولا بدي أتقاعد. كل هذه المراحل قطعتها، وأنا الآن في المرحلة الأخيرة كما يقولوا، يعني إن الإنسان يبلغ أرذل العمر، والله تعالى يقول يعني يبلغ أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ولكن من فضل الله ورحمته أنني لا أزال أحفظ الأحاديث والقرآن اللي حفظته في صغري كأنني أقرأ من كتاب. ما شاء الله. ما حفظته وعمري 14 سنة لا أزال أحفظه، وهكذا. كان أول معلم كان أحمد الخطيب، ثم وهذا كنت أنا في التمهيدي، ما طول عندنا، كان رجل كبير وكنا نشعر أنه رجل طويل. ثم جاءنا بعده أستاذ سعدي، وبعده جاءنا خليل الساكت. ما شاء الله. وخليل الساكت هو من أكثر المعلمين، كنا دائما نحب الجميع، أما هو كان أكثر المعلمين قريبا من قلوب الطلاب، لأنه كان يساير ولكنه كان حازما. ثم جاء بعده صلاح طوقان، وهكذا مراحل. ثم بعدما توسعت القرية وأصبحت شبه مدينة، كان عندنا حمد الفرحان. فهم كثر الذين درست يعني تلقيت العلم عنهم، وكنت دائما أقتدي بأستاذي. جميل. حتى أنه إحدى المرات مسكني أحد شباب الشيشان يعني وأنا صغير، كنت أقلد أستاذي في المشي، أنحني وأوسع الخطوات. مسكني قال لي بعدين إنك ستصبح محدود بالظهر، امشي ارفع ظهرك. قلت أنا بمشي مثل الشيخ فلان. قال لي لا، لازم تمشي مضبوط. لهذه الدرجة كان الطالب يحب المعلم ويحترمه ويخافه ويلتزم بالالتزام الكامل. جميل. فمع الأسف الشديد لم يبقى الآن على قيد الحياة أي أحد من المعلمين، إنسان واحد ممن كانوا معي في الدراسة. سبحان الله. نعم. مين تذكر منهم؟ منهم أكبر مني سنا معظمهم، ومنهم من هم أصغر مني سنا ومن كانوا في سني، ولكن لم يبقى منهم أحد. جميل. الآن مين لو ذكرنا أسماء، مين من زملاء صفك أو زملاء حارتك تتذكر حدا منهم؟ والله كان معي في إحدى المرات، كان مثلا من الشيشان، شباب الشيشان، ولكن كانوا في صفوف متقدمة بالنسبة إلي، لأني كنت أنا كان عمري 5 سنوات في التمهيدي. أيوة. كان يعني منهم أذكر منهم عبد الحميد، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد المطلب، سمداح قدوس، رمضان قدوس، يعقوب، يعني عدد كبير، وسعيد العكلوك، وفخر العكلوك، وعيد العكلوك، وياسين البغال، ومحمد البغال، وعدنان البغال، يعني اللي كانوا موجودين في هذا البلد، لأنه البلد كان صغير. جميل. يعني أول ناس أجوا للزرقاء بعد الشيشان، لأن الشيشان وصلوا إلى الزرقاء في أواخر سنة 1901، في بداية سنة 1902. هم من بنو الزرقاء؟ نعم، هم اللي أسسوا،
وهذا ما أقول الآن هو نقلا لا مشاهدة، لأن أنا قبل ما ولدنا بتاريخ يعني بعد 20 بعد 22 الله أعلم. أيوة. أسسوا الزرقاء في أوائل في أوائل هذا، وأول ناس جاءوا وسكنوا في الزرقاء سنة 25. قالوا لأنه كان هذا سنة 25 5 عائلات من الشوام. شوام غير الشيشان. يعني غير الشيشان. وقالوا في سنة 27 عندما أسس المعسكر، كانوا يقولوا له الكامب الإنجليز، وقوة حدود. وقوة الحدود أسست في فلسطين وليس في الأردن، ولكن المعسكر كان في الأكثرية فلسطين وقليل من الشيشان. أيوة. في 27 قالوا أجونا ناس من نابلس، أحدهم له ولد موجود للآن اسمه جميل، وصار مختار للنوابلسة. ايش العائلة؟ العائلات هذول يعني من نابلس، من بيسان، من طبرية، من حيفا، من يافا، من القدس. وفي سنة 1947 أول من سكن الزرقاء في 47 هو المرحوم عبد الكريم الحمدان، وكان من الناس الطيبين جدا. جميل. من بني حسن. أول واحد سكن في الزرقاء من بني حسن هو سنة 47 عبد الكريم الحمدان. تمام. وعند النكبة أو عند مرة يسموه لاجئين، مرة يسموه مهاجرين، مرة يسموه عائدين، والصحيح أنهم لاجئون. جميل. حتى يعودوا إلى بلادهم إن شاء الله. إن شاء الله. ويحقق الله للمسلمين العودة إلى وحدة إن شاء الله، وإلى العودة إلى الإسلام، حتى يفتح الله لهم ويعيدوا ما فقدوا. آمين يا رب. شيخنا، حضرتك عرفنا أنه كنت رياضي وكنت تلعب في النادي الأهلي والنادي القوقازي. نعم. كيف كانت الرياضة في هذيك الأيام؟ وتتذكر حدا كان معك من الفريق مثلا؟ يعني النادي الأهلي، أنت حضرتك ذكرت أنك سكان الزرقاء، في النادي الأهلي بعمان، وإحنا عم نحكي عن الثلاثينات الأربعينات الفترة الماضية. نعم. هذا صار مرة صار في مباراة بيننا وبين النادي الأهلي. النادي الأهلي الرياضي هو أقدم نادي في الأردن. ومن حيث التأسيس النادي القوقازي أسس على ما قالوا إنه سنة 1930 34 ما بعرف. فأنا كنت لعبنا مرة مع النادي الأهلي. احنا هنا وكنا ما نلاقيش الفريق كاملا، فنجيب أي واحد عشان نكمل الفريق العدد. نعم. في تلك المباراة لاحظوا إني أنا يعني كأني مميز عن الآخرين، لأن كنت ألعب الجناح، وأنا يعني أخذت التدريب غير الملقن، إنما اكتسابا من المرحوم رفعت المفتي. تعيش. كان يلعب جناح في النادي الأهلي، تعلمت منه، وكان من أسرع الناس وأكثرهم يعني احتفاظا أو تحكما في الكرة. فكنت أنا على الخط وأنا صغير أركض معه رجوع وذهاب، وين ما راح دائما كانت عيوني على قدمي كيف يلعب بالكرة. استفدت منه. فأخذت معلوماتي واستطعت أن ألقي يعني أخذ قدوة عمليا، تكتسب مهارات. ففي إحدى مباراتنا مع النادي الأهلي مرة ضربت هدف ضد الهواء من الخط السنتر، وجبت جول. يا سلام. في النادي الأهلي.
فبعدين قالوا إلا بدنا إياك، وصاروا يبعثوا لي السيارة، ما كانش في سيارات أول، يأخذوني ألعب ويرجعوني، وصرت ألعب مع النادي الأهلي جناح. جميل. أذكر مرة لعبنا في القدس اللي حكيت لكم لما هذا إجراءاتها. لعب النادي الأهلي مع الأرثوذكس يوم الجمعة. كانت النتيجة 7-1 لصالح مين؟ لصالح الأرثوذكس. وقالوا إنه YMCA الشبان المسيحيين، وهم بطل فلسطين في حينه حسب قولهم، كانوا بيغلبوا الأرثوذكس 7-0. نتيجة قاسية. ثاني يوم وجدنا كاتبين على الحيطان، يوم الأحد مباراة بين الأهلي والأرثوذكس أو الشبان المسيحية، وقدروا إنه النتيجة 15 لصالح الشبان، لصالح YMCA اللي كانوا بيغلبوا الأرثوذكس، والأرثوذكس غلبوا الأهلي تقديرا بقى. أيوة. في هذه المباراة أنا ما كنتش ما نزلوني ألعب، لأنه كنت يعني نحيف وهيك، وزني تقريبا 54 كيلو. في المباراة الثانية أدخلوني في اللعب معهم. أول مرة بلعب على ملعب ما في حصو وما في حجر، وكأنه موكيت. جميل. أول واحد أخلت أنا، والملعب مسور وله مدخل واحد. أول ما دخلت قالوا إيه اليوم جايبين أولاد والله غير يأكلوا 30 جول. لا. ولكن النتيجة كانت إنه أنا في الشوط الأول بيظهر في عندهم 2 هاف باك، حطوا القوي أمام أنا ناسي اسمه الآن، مش البطيخي وتاني، واللي أضعف منه حطوا هاف باك ضدي، أنا اللي كنت ألعب جناح أيسر. أنا ما خليته يصيب الطابة طول اللعب. طلعنا 0. في الشوط الثاني جابوا لي غيروا هذاك، جابوا له عندي وغيروا حارس المرمى الله يرحمه في حينه، نسيت اسمه الآن، وكان من أمهر الحراس، يعني حراس اللي كانوا يعتبروه لهذه الدرجة. وقديش انتهت المباراة؟ انتهت المباراة احنا 1-1 تعادل. احنا جبنا جول عن طريق الهجوم. انا اعطيت الطابة الشاب هذا، كان من احسن الشباب، وكان ماهرا في اللعب، وهو جاب جول. اما هم ضربة جزاء. جميل. طلعنا 1-1 انتهت بالتعادل. وكان الهتاف لنا وانا بشكل خاص طول اللعب. تشجيع. ايوه. فاذكر هنا شيئا ليكون رضا لشبابنا وشيوخنا وعلمائنا والناس اجمعين. عندما عدنا الى الفندق قعدنا نشرب شاي، كانوا يقولوا استكانة كاسة صغيرة، عم نشرب شاي. أنا قلت لزملائي، قلت لو كنتم مثلي ما بتدخنوا كنا غلبناهم. أنا دخلت اللعب وطلعت كأني ما لعبت، وأنتم من أول الشوط يعني تعبتوا لأنكم بتدخنوا. في معنا زميل وكان من يلعب حارس، هو حارس مش حارس مرمى، باك، اسمه شمس الدين طاش الله يرحمه. هو بيعرفني جيدا، بيعرف اني انا كنت كل قعده اشرب 7 كاسات شاي كبار ما شاء الله، وما باكل مع الرز الا مع الشاي. كل شيء. قال لي انت تقدر تترك الشاي؟ هذا بيكون نصيحه للشباب، لانه الانسان يجب ان تكون عنده عزيمه
وأن يحمل نفسه على الصبر. فأنا وضعت الكأس اللي بيدي، كنت شارب نص الكاسة، وأنا كنت يعني بحب الشاي لدرجة الجنون. قلت له أنا من هون ل3 سنوات ما بحط شاي بتمي وأنا صغير. تحدي مشان يتركوا الدخان؟ نعم، مشان قلت له أنتوا تقدروا تتركوا الدخان إذا بدكم. قالوا لي والله ما بتقدر. لما أجيت على البيت، لما رجعنا في إحدى الجلسات أمي جابت لي الشاي، لأني جاي من سفر وكذا، جابت لي شاي. قلت له أنا هيك قلت. قال هذا كلام، قالت لي كلام أولاد. كلام أولاد. ولكني 3 سنوات لم أضع الشاي في فمي. التزمت فيه؟ التزمت. جميل. ولذلك أنا أنصح المدخنين، لأن الدخان أولا من حيث الحل والحرمة حرام، لا يجوز للمسلم أن يدخن. جميل. إن شاء الله تكون رسالتك وصلت للشباب. كل ما تكون في مباراة بين الأهلي وفرق، إما تأتي من سوريا أو تأتي من فلسطين أو كون في عمان، كانوا دائما بياخذوني ألعب معهم. جميل. ذكريات لا شك أنها جميلة وحلوة. سماحتك في هذا الجزء اليسير تحدثنا عن طفولتك، لكن اسمح لنا نتوقف للحظات مع الإعلام نستكمل الحوار عن جماعة الإخوان المسلمين إذا سمحت. راجعين لكم. أهلا وسهلا فيكم من جديد بالجزء الثاني من الحلقة الأولى من استضافتنا لسماحة الشيخ عبد الباقي جمو. كنا قبل الفاصل بنحكي عن مرحلة الطفولة وكيف برع في الرياضة وفريق النادي الأهلي وبطولاته ومغامراته، وعن مدينة الزرقاء قديما. لكن في هذا الجزء اسمح لنا شيخنا، في عام 45 حضرتك كنت أحد مؤسسين جماعة الإخوان المسلمين ورئيس شعبة الزرقاء. تبوأت عدة مناصب، يعني أذكر منها عضو مجلس شورى الإخوان، وكيل عام، اللي هو زي ما بنعرف المنصب الثاني في الجماعة. سؤالي، لماذا أسستم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؟ احنا لما تركنا جماعة الإخوان المسلمين لم أكن لوحدي. لا، لما أسستوها احنا راح نجي لما أسسنا جاءنا من مصر سعيد رمضان. جميل. ومعه صحبة، وجاءوا للزرقاء واجتمعنا في دار المرحوم أحمد الكردي، وهناك أسسنا شعبة للإخوان المسلمين في الزرقاء. شو السبب اللي دفعكم لتأسيس شعبة للإخوان المسلمين في الأردن بشكل عام؟ والله كنا نسمع عن الإخوان في مصر، واتجاهنا اتجاه ديني. اتجاهنا اتجاه ديني. جميل. والتعاون مدعو إليه من الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا دفعنا إلى أن نكون في هذا. وكنت أنا رئيس الشعبة من أول ما بدأنا، رئيس الشعبة في الزرقاء. وفي أول انتخابات للهيئة العامة انتخبت نائبا للمراقب العام، اللي هو رقم 2 الترتيب الإداري. أنا رقم 2. وبدأنا المسيرة. ولكن تعرف الإنسان عندما بدأ يفهم السياسة ويميز بين إنسان وآخر، ويحصي على الآخرين حركاتهم وتصرفاتهم، صارت هناك أمور أخذت على عدم نشرها من قبل أحد الإخوان الذين تركوا قبل 5 سنوات 10 سنوات، لأنهم كتبوا عن الإخوان أمورا لا يجوز للإنسان الحر الرجل. ولما أقول الرجل لا أعني الذكر، احنا نقول والله فلان رجل، كلنا عارفين إنه ذكر، ولكن الرجل هو الملتزم. جميل. الموفي الأمين الصادق إذا تكلم. فكتب كأنه يعاتبني، بيقول لي، بيقول في الجريدة، يقول إنه فلان له
مضى عليه 40 سنة ولم يكتب عن الأخطاء التي دفعته إلى الاستقالة من الإخوان المسلمين. حضرتك ذكرت كذا مرة أنه ما بدك تخوض في أسباب الاستقالة. نعم، يعني الآن هذا اللي بدي أقوله. فأنا عاتبته، قلت لهم الرجل الذي أعتبر أنه شهم وصدوق وأمين لا يجوز له أن يتحدث عن أمور حدثت أمامه من قبل ناس يثقون به عندما يختلف معهم، ولذلك لا يمكن أن أذكر الأسباب الحقيقية التي دفعتني ومعي 100 في ليلة واحدة انسحبنا من الإخوان المسلمين. والأسباب أنا لا أحب أن أذكرها، لأنني أنا جلست مع المرحوم المؤسس حسن البنا وجلست مع حسن الهضيبي. جميل. في مصر. فكان الفرق بينهما لا يحد بمسافة، ولا يجوز أن تقارن بينهما. جميل. الشيخ حسن البنا الله يرحمه، الإمام حسن البنا الله يرحمه، كان من الرجال النادرين. شو أكثر سمة لفتت انتباهك في شخصه؟ كان عندما يكون متحدثا يجي تليفون، يمسك التليفون يرد على التليفون ولا يقطع حديثه معك. وإذا دخل، هذا اللي لاحظته في جلسة لأني ما جلست معه إلا جلسة واحدة، وكان يرحب بالقادم، وكان بابه مفتوحا لكل من يطرق بابه. وعندما اغتيل وجيء بحسن الهضيبي، وحسن الهضيبي لم يكن رجل دعوة، إنما هو كان رئيس محكمة استئناف، بس إنه كان رجل يصلي، ولكن ليست له عنده فكرة عن أي تنظيم أو عن دعوة أو إلى ذلك. ولكن الذي قتل حسن البنا جاء بالهضيبي. هذا الكلام لأول مرة أنا أقوله، بدليل أني مثلا استأذنت ودخلت جلست معه، وقالوا لي أذن لك لأنك لست مصريا، ولا الإخوان لا يستطيعون أن يقابلوه إلا بعد شهر من طلب المقابلة. هذا الهضيبي. فجلست أتحدث معه، وكان الفرق بين الراحل وبين الوافد الفرق كبير جدا. سبحان الله. وعندما جئت إلى الأردن وزار هو الأردن، قلت أنا للمرحوم محمد عبد الرحمن خليفة المراقب العام للإخوان المسلمين ومعه عدد من الإخوان، قلت لهم هذا الرجل لا يصلح للقيادة. أنا لا أعرف عن أخلاقه ولا تصرفاته ولا أنه رجل طيب أو غير طيب، ملتزم أو غير ملتزم، ولكنه ليس رجل قيادة. وكان ذلك كذلك. رؤيته كانت في محلها، الانطباع اللي أخذته عنه. يعني ملاحظتي كانت في محلها، ولذلك الإخوان بدأ يظهر بينهم في مصر رجال دعوة، ولكنهم كانوا منحرفين أخلاقيا. نسأل الله أن يصلح الحال. وحصل اللي حصل، ونرجو الله تعالى أن تتوحد كلمة المسلمين على ما يحب ويرضى. آمين يا رب. شيخنا، في عام 47 حضرتك توجهت لمصر لدراسة الشريعة الإسلامية تحديدا في جامعة الأزهر الشريف. خبرنا عن مصر في هذيك الأيام، كيف كانت تجربتك في الدراسة في مصر تحديدا وفي الأزهر؟ أنا حضرت عندما ذهبت، كان الملك فاروق، وقبل الانقلاب بأشهر أنهيت ورجعت. الواقع مهما قال الناس، حسب تجربتنا وحسب ممارستنا وحسب الحياة التي كنا نعيشها، كانت مصر في رخاء. مصر كانت في رخاء، يعني كنت أقعد يعني ب7 صاغ
تاكل ريش لحم والطاولة مليان كله مقبلات ب7 قروش. يا بلاش. وكنا نشتري اللحم الرطل هذا اللي يقولوا الرطل الإنجليزي، كنا نشتريه بقرشين. سبحان الله. هذه نهاية الأربعينات. غالبا أنا ما كنت أعمل في إلا إحنا كنا في رواق الأتراك، يعني أعمل القلنش والأكلات الشيشانية بمصر والشركشية. نعم. عرفتم عليها؟ نعم. لا إلنا كلنا شيشان. كان معنا كمان زميلان من تركيا الله يرحمهم اثنين توفوا، وكل زملائي الآن توفوا، منهم الشيخ منير أرسلان والشيخ أديب خالد ومحمد. درسوا معك في الأزهر هذول؟ نعم، هم كانوا يعني قبلي. كان الناس بخير. أما بالنسبة للريف كنا مثلا نروح هنا للريف كدعاء، لأنهم طلبوا مني مرة ألقي كلمة في دار الإخوان المسلمين فأعجبوا بكلمتي. جميل. أيوة، فصاروا يرسلوني كل يوم جمعة إلى أحد المساجد لإلقاء خطبة الجمعة. أيوة، في إحدى المرات ذهبت معي 2 من الإخوان المسلمين المصريين إلى بنها العسل، وهي قرية أو بلدة على بعد 30 كيلومتر من القاهرة. والغريب أن احنا كنا قاعدين في مقهى ننتظر الوقت لأن وصلنا مبكرين، فسمعت أنا جماعة بيتحدثوا عن بعد في المقهى. قلت هذا كانوا يعني اللهجة كأنها لهجة شيشانية. قمت أنا وذهبت سلمت عليهم وقعد تفضل تفضل يا فندي تفضل كذا. أنا لابس طربوش أحمر، ما فيش يعني عمة بس طربوش أحمر، ما كنتش أمشي حاسر رأسي مطلقا. سبحان الله. فلما صار الحديث قالوا لي الأستاذ من وين؟ قلت له أنا شيشاني من الأردن. والله إنهم كانوا كلهم مع بعض هبوا. قالوا احنا شيشان، ولكن لا يعرفون ايش معنى الشيشان. صدفة غريبة. فعزموني مع زميلي بعد صلاة الجمعة، رحنا قال لنا جدة تتكلم الشيشانية. عزمونا عملوا لنا غدا، لما دخلنا وللاختيارات قالوا له هذا شيشاني. فأنا بناء على ما قالوا أنا خاطبتها باللغة الشيشانية، قلت لها كيف حالك؟ انفرطت من البكاء. أول مرة تسمعها من مدة؟ أول مرة تسمعها، وآخر مرة سمعتها من أمها. سبحان الله. أيوة، ولكن ما بتعرف الشيشاني. وبعدين في شارع الموسكي كان في حارة كاملة شارع الشيشن. هذا في مصر؟ في القاهرة. جميل. لما دخلت أنا، لما شفت شارع الشيشن موضوع على هذا مش دخل شارع بيتفرع من شارع الموسكي. لما دخلت الناس فعلا يختلفون عن المصريين من حيث اللون والهذا. ولما أجيت تحدثت معهم قالوا أنا شيشان. إيش؟ قال ما بنعرف. ما بيعرفوا من أين هم. سبحان الله. أما بيعرفوا إنهم شيشان. ذكريات حلوة. نعم. شيخ. آخر ما أحب أن أتحدث عنه عندما قامت وسموه يوم حريق القاهرة. أخرجنا من كلية الشريعة ومن الكليات الأزهر شباب، كانوا يعني مجموعة بيخرجوا الناس للمظاهرة. وكان الشيخ عيسى منون وهو من عين كارم أصله، هو كان عميد كلية الشريعة، والرجل عمره فوق 90 اختيار. وأخرجوه كمان بالقوة، ولكن لما مشى شوية في بعض الشباب هربوه. حرقت القاهرة باستثناء المؤسسات اليهودية. يا سبحان الله. والله. إلا شملة، هذا سموه شارع 23 شهر 7.
تموز يوليو شارع 23 يوليو يوم الثورة. هناك هذا الشملة كانت مؤسسة يهودية يعني كبيرة جدا، تأخذ كل شيء موجود فيها مثل المؤسسات المول عندنا يعني. هناك لما أجوا الشباب بدهم يحرقوا، صارت معركة بين من يقودون المظاهرة وبين المتظاهرين، وقتل واحد ليحولوا بين حرقها اللي بيقود المظاهرة. وأما المؤسسات المصرية الإسلامية العربية حرقوها يعني كأنها يعني شيء غريب جدا. قتل واحد، ولكن هي المؤسسة الوحيدة اليهودية التي حرقت في ذلك اليوم. هذا في 51 52 يمكن كان؟ في 52. تمام. حضرتك رجعت من القاهرة سنة 52 خريج من الأزهر. في أوائل شهر 3. جميل. ابتدأت حياتك العملية وين؟ بالأوقاف؟ نعم، أنا خدمت في الأوقاف 7 سنوات، وكنت القائم بالأمن ايش يسموه هذا، يعني محل مدير، لأنه ما كانتش وزارة أوقاف، كان مديرية أوقاف. وكان هذا نعم، كان كمال الجيوسي في حين هو مدير أوقاف الأردن. جميل. ما فيش وزارة أوقاف، وأنا كان يعني متولي أوقاف الزرقاء وخطيب وإمام في مسجد شيشان، وأتولى الخطابة في عدة المسجدين، الجمعة هنا وجمعة هنا. جميل. أيوة. وفي انتخابات 56 يعني ما بنعرف كيف احنا جاء سيرة الانتخابات، وإنه في انتخابات لازم نترشح. قالوا لي بدنا نرشحك عن الإخوان المسلمين، عن الشيشان والشركس. جميل. شيخنا لو سمحت، في 56 زي ما حضرتك حكيت يمكن حمل تغيير جذري في حياتك. أول شيء كنت مدير أوقاف الزرقاء، متولي أوقاف، تمام، وبعديها انتهجت نهج انتخابات النيابية عن الإخوان المسلمين ونجحت. يعني بدي أسألك كيف كانت تجربتك في مجلس النواب بس بالخمسينات؟ احنا بنحكي 56، يعني بالتأكيد مختلفة عن اليوم هذا. من أول جلسة احنا كنا 4 اللي نجحنا من الإخوان. 4 بكل الأردن، يعني في كل الأردن وفلسطين ما كانت. كنا 4. فمن الجلسة الأولى تشكيل اللجان، انتخبوا اللجنة القانونية وانتخبوني عضوا في اللجنة القانونية داخل المجلس. وكنت المقرر، لأنه معظم اللي معي كانوا لا يتقنون العربية، ولو إنهم يعني عرب، كان مثل سليم البخيت فلان علان هذول، فاختاروني مقرر اللجنة القانونية. وفي يعني ايش مسميها، إن كان هو خطأ أو صوابا، إنه عند وضع القانون الأراضي جاءنا قانون عن أملاك الدولة. أنا وكان في القانون ما يدعو إلى سلب المهاجرين، إن كانوا في الزرقاء أو في سويلح أو في وادي سيرنا أو رعمان، الأراضي اللي كانت تكون يعني كمراعي أو أراضي اللي تحيط مثل وادي السير، مثل ناعور. فأنا أدخلت بندا في فقرة. شو هو البند؟ هذا البند هذا كتبته من عندي لأني أنا كنت المقرر. حطيت هذا البند إنه عندما ترتفع المنفعة العامة عن أراضي القرية تصبح ملكا لمؤسسي القرية. بهذا استعدنا
أراضي في البيادر لوادي السير، وأراضي كانت كلها حرش في ناعور، وأراضي للزرقاء اللي هو المعسكر وحوالي الزرقاء يعني، وبيادر صويلح التي كانت تؤول ملكيتها إلى البلدية بالقانون السابق. فأدخلت هذا البند واستفدنا منها. الشركة عزموني أكثر من 10 مرات عليها، أما الشيشان ما قالوا لي كتر خيرك. جهود مشكورة شيخنا. يعني بالحديث عن اللغة العربية حضرتك ذكرتها في أحد اللقاءات، ذكرت أنه راتب النائب في الخمسينات كان 70 دينار، وطالبت أنه يكون هناك امتحان لغة عربية لكل مرشحين مجلس النواب. برأيك شو رأيك في نواب اليوم بصراحة؟ احنا عم نحكي عن الخمسينات، اليوم احنا 2012. أنا الواقع عندي حساسية كمسلم، لأن اللغة هي الصلة بيننا وبين ديننا. إذا أردنا أن نفهم القرآن فعلينا أن نتقن اللغة العربية، إذا أردنا أن نحفظ السنة علينا أن نتقن اللغة العربية، إذا أردنا أن نتفقه وأصول الفقه والمقارنة نحتاج إلى لغة عربية، لأن اللغة العربية هي اللغة الحركة غير المعنى. وحتى في مواضع لا يجوز العطف قبل الإضافة. في أمور في اللغة العربية إذا غيرت الكلمة من موضعها تغير المعنى كاملا، وهذا كان مع الأسف الشديد كان مفقودا في حينها. أما فيما بعد أجانا ناس تخرجوا، لأنه مع الأسف الشديد اللي تخرجوا قديما لغتهم أقوى من اللغة الذين يتخرجون الآن في الجامعات، وحتى من يحمل الدكتوراه تجده يتكلم العربية ويستعمل أسماء أو إضافات أو كلمات تخرج عن معناها، مثل العطف قبل الإضافة. ومثلا عندنا نسبة فيه معنى الإضافة، يقول المسألة الرئيسة، وهذا خطأ فاحش في اللغة العربية، لأنه الرئيسة لا تجوز، لأنه هذا صفة، ولكن في الأصل المسألة الرئيسية نسبة إلى الرئاسة وليس الرئاسة نفسها. سبحان الله. أيوة كثير تقول التقى، يقول لك التقى معالي وزير الداخلية وزير كذا، ولا يجوز تعدية فعل التقى إلا بحرف جر. يقول التقى بفلان أو مع فلان، أو التقى فلان وفلان على كذا وكذا. أخطاء شائعة. أخطاء شائعة. ولذلك أنا قلت إنه هذا النائب مشرع، تأتي القوانين، لذلك انتخبوني أن أكون مراقبا للغة في كل اللجان. أتابع قرار اللجان القانونية. في اللجان القانونية بقيت 16 سنة مقررا، ومن بعده كنت رئيس اللجنة القانونية ولجنة الثقافة وهذا، ولما كنت وزير كنت رئيس مجلس التشريع. ما شاء الله، بناء على خبرتك في اللغة العربية تحديدا. نعم. جميل. أنا كنت أقول إنه هذا النيابة يمثل الشعب، وهذه القوانين في الأصل لا توضع للضغط على الشعب أو لتسخير الشعب. طبعا. دائما الأصل في القانون أن يشرع لمصلحة المواطن، لأن المواطن الذي تضيع مصلحته ويضيع حقه ولا ينال حقه قلبه يمتلئ من حقد على من، وهذا ينعكس على النظام كله، على تطبيق ولذلك أنا كل ما يجينا مدير مخابرات كنت أروح أنصحه. أحدهم عم بنصحه
كان مساعده شركسي ومدير مكتبه شركسي. جميل. بديش أسميهم. فأنا عم بقول له يا فلان مبروك، الآن أول أنت كنت مدير مكتب، طولت وأنت مدير مكتب، ثم أحلت على التقاعد، ثم أعادوك للرئاسة، والآن جاءوا بك مدير مخابرات وأنت رجل عندك خبرة. قلت له يا أخي أنتم مهمتكم غسل قلوب الناس من الحقد. يا سلام. لا ملأ قلوب الناس بالحقد، لأن الإنسان المظلوم بيحقد، فأنتوا تجيبوا الواحد بسبب إخباري من واحد تعطوا بالشهر 10 ليرات. لو جاكم أصدق الناس وأخلص الناس ما بتصدقوا اللي جابوا لكم الإخبارية عن حقد، وأنتم بتزوروا الانتخابات، وهذا يعني بيملأ قلوب الناس بالحقد. الله يصلح الحال شيخ. قال أيوة أنا ما بزور، احنا ما زورنا. قلت له لا زورتوا كذا كذا كذا، ذكرت لهم التزوير. قلت له أنتم جبتوا الناس شوفيرية بيعرفوا 5 من الطمسة لا يفرقون بين الفاعل والمفعول. مضبوط. وهذا أيوة. اعترفوا فيما بعد يعني. قال عندما قلت له هذا قال أنا أقرب ناس لسيدنا. يا سلام. قلت له يا فلان اللي قبلك قال هذا وطلع حرامي. فلا يجوز إذا كان بهالبلد فيش مخلص إلا أنا وأنت، معناته الملك لازم يحمل شنطته ويطلع من البلد. قلت البلد فيه خير وفي ناس صالحين وطيبين وكذا إلى آخره. لذلك أنا بقول التشريع لخدمة البلد ولإيصال الناس إلى حقوقهم، لأن العدل قد لا يعرف كثير من الناس تعريف العدل. هم بيعتقدوا أنه الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن إلا الاختلاس إنه له حق مثل أي عالم. أي العالم قادر على الإصلاح. هذا مش صحيح. العدل هو المساواة بين الأكفياء. هذا العدل. جميل. ما بصيرش بيت فيه 10 كلهم موظفين وبيت 10 فيها أكفياء ما فيش منهم موظف. هذا يملأ قلوب الناس بالحقد. ولذلك أنا بقول والآن أقول، وأنا لا أستطيع أن أقول عن المجلس الحالي أو اللي أنا بعد ما خرجت، ليس لي تعليق إلا ما أقرأه في وسائل الإعلام أو أسمعهم وهم يتكلمون. ولكن يعني أمر لا يمكن أن يصحح إلا بتصحيح المناهج، وأن يتخرج الإنسان في الجامعة وهو متقن للغة. الآن مع الأسف الأستاذ المحاضر بيكتب محاضرته ويقرأها على الطلاب ويطلع، وهذا ليس هو الأسلوب الصحيح. شيخنا نتمنى أنه تكون رسالتك وصلت لما تحمل من دلالات ومعاني عميقة إن شاء الله من مختلف شرائح المجتمع، سواء الطالب اللي على مقاعد دراسة، سواء المعلم محاضر الجامعة، إلى متخذ القرار وزير أو رئيس وزراء أو أعلى. إن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل معنا استضافتك ونتحدث عن جوانب أخرى في حياتك. احنا تحدثنا في هذا الجانب بعجالة عن طفولتك، عن بداياتك في مرحلة حياتك العملية وعن تجربتك النيابية، لكن في الجزء الثاني إن شاء الله بنوعد الإخوة المشاهدين نتحدث عن جوانب أخرى، الوزارة، الأعيان، عن الجانب الخيري في حياتك. إن شاء الله نلتقي فيكم الحلقة القادمة ونستكمل حوارنا مع شيخنا عبد الباقي جمو. شكرا جزيلا. حياكم الله.